السلام عليكم. بهذا الفيديو راح نحل سؤال هندسي مستوي اللي كان بصيف موعد باء 2018 خمس وحدات رياضيات نموذج 581. معطيني المثلث ABC مثلث متساوي الساقين AB تساوي BC AK و CL مستقان متوسطان في المثلث يتقاطعان في النقطة D. معطى AK يعامد CL، هاي الزاوية هون 90. ألف برهن BD يساوي AC من الB للD نفسه من الA للC. طيب هاي المعطيات جماعة، طبعا لأنه متساوي الساقين، هذا الساق قد هاي الساق، هاي القطعة قد هاي وهاي القطعة قد هاي، كل قطعة منهن هاي نص ساق. إيه بحاول أعبر عن الاي سي والبي دي بمتغير معين، فرجع إنه نفس الإشي بيطلعوا بالآخر. فبدي هون إنه هاي الزاوية ألفا كأنها هاي الزاوية ألفا، لأنه مثلث متساوي الساقين. طبعا الإشي سي ال هو قد الاي كي، عشان هيك بيطلع هون بالآخر الADC متساوي الساقين. طبعا هذا حكي، هذا بدون براهين، لازم تبرهن الإشي بشكل مرتب. عشان هيك بطبق مثلثات ALC و KAC. ALC وال KAC بطبقهن. كيف بتطابقوا؟ عندي ال LA وال KC أنصاف، كل واحدة منهن نص ساق والساقين متساويات، فهدول متساويات. الزاوية C قد الزاوية A، ليش؟ لأنه عندي مثلث متساوي الساقين، زوايا القاعدة متساوية، هي زوايا القاعدة مثلث متساوي الساقين متساويات. عندي الاي سي مشترك بالمثلثين، عشان هيك يا جماعة يعني الكي سي والاي سي وهاي الزاوية زي الاي ال والاي سي وهاي الزاوية، فتطابق حسب ضاد زائد ضاد. من التطابق بيطلع هاي الزاوية الصغيرة الكي اي سي نفسها ال سي اي، بنسميها الفا. بالمثلث اي دي سي مجموع زوايا المثلث هي 180، معناته الفا والفا و90 180، 2 الفا تساوي 90، الالفا 45 درجة. فانا لقيت هاي الالفا 45 درجة. بمد خط جماعة من البي للدي، بكمله للاي سي، بسميها اي هاي النقطة. الاي اي برضه متوسط. ليش متوسط جماعة؟ لأنه طلع من البي ومرك بالدي اللي هي نقطة التقاء المتوسطات. لو بدك تمد متوسط من البي للاي سي منين بده يمرق؟ من الدي. فاضل مديته عمليا هو نفسه هو المتوسط. إيه فهذا المتوسط مثلث متساوي الساقين، المتوسط على القاعدة بيكون نفسه ارتفاع ونفسه منصف زاوية طبعا. ماشي، هي كاتبين هون بي أيضا ارتفاع منصف زاوية، لأنه في مثلث متساوي الساقين يتحد ارتفاع القاعدة مع المتوسط مع منصف الزاوية. فشو بصير عندي هون؟ طبعا هاي الزاوية 90 اللي عند الإي. طبعا بعرف أنا نقطة التقاء المتوسطات تقسم كل مستقيم متوسط بنسبة 1 ل2 لصالح قطعة متصلة بالرأس. يعني البي دي قد الدي إي عمرتين. يعني إذا فرضت البي دي 2 إكس فالدي إي إكس، لقيت الدي إي إكس، بحاول أعبر هسه عن الاي سي بدالة الإكس. كانت بهاي 90 هاي 45، كانت الزاوية بدها تكون هون برضه 45. نكتب الإشي بشكل مرتب. مجموع زوايا المثلث دي اي سي، هاي دي اي سي 180، هاي 90 هاي 45، فتطلع هاي الزاوية 45. فبستنتج المثلث دي اي سي متساوي الساقين لأنه في زاويتين 45، هاي 45 وهاي 45. يعني الدي اي نفسه اي سي نفسه اكس، فهي القطعة اكس جماعة. وبرضه من الجهة الشمال نفس الشيء، هاي كمان اكس. صار عندي هاد كله الاي سي طوله 2 اكس والبي دي طوله 2 اكس، معناته هن مالهن متساويات. تعال نكتب هذا الاشي نفس الطريقة، انه برهن انه الاي دي قد الاي اي يساوي اكس، فبيطلع الاي سي نفسه البي دي يساوي 2 اكس. وهيك برهنا قسم الف. قسم باء، احسب النسبة بين مساحة بي ال دي كي ومساحة اي بي سي المثلث الكبير. انبه البي ال دي كي دالتون. ماشي، ليش دالتون؟ لأنه البي كي قد البي ال، كل واحد منهم نص ساق، والدي كي قد الدي ال. هاي الدي كي قد الدي ال لازم ابرهنها. ليش الدي كي قد الدي ال؟ لأنه الدي كي نص دي اي والدي ال نص دي سي. هاي الدي كي نص اي دي والدي ال نص دي سي. ليش يا جماعة؟ لأنه هذا متوسطات. النقطة دي بتقسم كل متوسط نسبة 1 ل2. فإذا هاد من هون لهون واي، الدي سي كله 2 واي.
فأنا باعرف الDC والDA هن متساويات، ليه متساويات؟ هاي الزاوية 45 وهاي 45، فالDA والDC قد بعض، فالDL نُص الDC والDK نُص الDA برضه متساويات، فهون كاتبين الشرح إحنا DA وDC متساويان لإنه المثلث ADC هذا الADC متساوي الساقين لإنه زوايا القاعدة متساوية، فعشان هيك الBL/DK دالتون جماعة، الBK قد الBL والDK قد الDL، وهذا الشرح بالإخضر ليش الDK قد الDL. لما هو دالتون، شو مساحة دالتون؟ ضرب الأقطار على 2، أقطار الدالتون بتتعامد، عشان هيك مساحة أي شكل رباعي بالدنيا أقطاره بتتعامد مساحته ضرب الأقطار على 2، فمساحة الدالتون ضرب الأقطار على 2 يعني LK في BD كله على 2، الBD لقيته 2x تعال لك LK، انتبه الK نقطة وسط للBC والL نقطة وسط للضلع BA، إذا بمد خط بين متصفات الأضلاع هذا الخط من كله قطعة متوسطة، LK هي قطعة متوسطة في المثلث ABC لأنه L و K متصفات الساقين. شو بعرف عن القطعة المتوسطة؟ نص الضلع الثالث، هذا الضلع الثالث اللي هو AC، عشان هيك ال LK يا جماعة نص AC يساوي X. ف هاي لكانت طول ال LK ولكانت طول ال BD، معناته مساحة الدالتون ال LK X، ال BD 2X، X في 2X على 2 بيطلع X تربيع. مساحة ال ABC المثلث الكبير، الارتفاع اللي هو BE في AC على 2، BE هو 3X لأنه ال BD 2X وال DAX والAC 2X، ف3X في 2X على 2 ضل 3X تربيع، فلما أقسمها على بعض X تربيع X مع 3X تربيع النسبة بتطلع تلت. هذا بالنسبة لقسم باء. قسم ج، أم هو مركز الدائرة اللي تحصل للشكل الرباعي AKLC، برهن إنه AML 90 درجة. طيب هذا هو ال ALKC أم بمركز الدائرة، كل برهن إنه الأم AML هي 90 درجة. تعال ننتبه إنه السي هاي الزاوية 45 درجة، هاي الزاوية محيطية لل AL وال AML مركزية لنفس الخط، نفس القوس AL. شو علاقة بين المركزية ومحيطية؟ المركزية قد المحيطية على مرتين، فالزاوية AML هي 2 ACL. ليش؟ لأنه زاوية مركزية تساوي ضعف المحيطية لنفس القوس. ال ACL قديش بعرف عنها من بنود سابقة؟ 45، فهي الزاوية 2 في 45، فبطلع ال AML تساوي 90 درجة، وهيك انهينا جيم 1. جيم 2 جد النسبة AM على AD، بإمكانك إبقاء جذر في إجابتك. طبعا بدي لك ال AM ولك ال AD. تعال لك ال AD بالأول، هاي ال ADC هو متساوي الساقين، إذا هذا Y هذا Y هذا 2X، فحسب فيثاغورس ال AC تربيع هو نفسه AD تربيع زائد DC تربيع، 4X تربيع اللي هي ال AC فرضناها 2X، 4X تربيع يساوي Y تربيع زائد Y تربيع، يعني بالآخر 2X تربيع هي Y تربيع، قسمت على 2 على اللي فوق، فبالآخر ال AD هو 2 جذر ال X اللي هو نفسه الواي. طريقة تانية زي ما بقدر استخدم قانون الساين والكوساين، ساين ال 45 يساوي المقابل واي على الوتر اللي هو 2 اكس، فساين ال 45 واي على 2 اكس بكمل وبيطلع عندي بدون ما استخدم فيثاغورس. لكن الاي دي تعال لك الاي ام، انتبه الاي ام عندي هذا المثلث اي ال ام هاي الزاوية 90، انتبه الام ال والام اي هن انصاف اقطار، وهذا متساوي الساقين، وهي الزاوية 45 وهي الزاوية 45، اقدر استخدم قانون الساين او اعمل فيثاغورس كمان مرة. تعال لك الاي ال بدلالة اكس، ماشي كنا زواياها هذا 45 45 90، تعال لك الاي ال بدلالة اكس، نعبر عن اي ال بواسطة اكس. هذا المثلث اخذته الاي بي اي، هي هذا المثلث جماعة، الاي بي هو مرتين اي ال، ماشي الاي بي لانه الاي ال نص الاي بي، فالاي بي مرتين اي ال، بي اي 3 اكس لكنها والاي اي لكينا اكس، فحسب فيثاغورس اي بي تربيع يساوي اي اي تربيع زائد بي اي تربيع، يعني اكس تربيع زائد 3 اكس تربيع، 3 اكس تربيع هي 9 اكس تربيع، فمن هون الاي بي هي طبعا اي بي تربيع هي 10 اكس تربيع، فالاي بي جذر ال 10 اكس،
لكينا الAB فباقدر ألاقي الAL نُص AB يعني يضرب 10 على 2 X. بدي ألاقي هسه الAM باطبّق فيثاغورس، كنا يا فيثاغورس يا قانون الساين. فيثاغورس ALM AL تربيع يساوي AM تربيع زائد ML تربيع نفسها مرتين AM تربيع لإنه الML برضه AM أنصاف أكتر. فالAL تربيع يضرب 10 على 2 X لكل تربيع يساوي 2 في AM تربيع. بصير عندي 10 على 4 X تربيع 2 AM تربيع اقسم على 2 الAM تربيع هي 10 على 4 في 2 X تربيع. ال10 فيها 2 بتروح مع 2 ضل 5 على 4 X تربيع. ف5 على 4 X تربيع يساوي AM تربيع، الAM جذر ال5 على 2 X، اعمل جذر للطرف الشمال، بالآخر اقسم لي AM على AD، الAM جذر ال5 على 2 X، الAD جذر 2 X، بروح الX مع الX، صار عندي جذر ال5 بالبسط بالمقام 2 جذر 2، وهيك أنهينا هذا السؤال. يعطيكم العافية.